ما وقعش غلط في الارقام كما كتشوف هنايا، راه استحوذنا على الماتش بنسبه 28% والكره عندنا، و72% وحنا خارج المرحله ديال الاستحواذ. انا عارف بلي بزاف ديال الناس ما غاديش يكون عجبهم الماتش لانهم ما كيبغيوش داك اللعب المباشر والى اخره، وكيبغيو على انهم يشوفوا البناء من الخلف والمنتخب كيدور كره الى اخره. ولكن للضروره احكام، المدرب ما غاديش يفكر بالنسبه للجمهور واش غادي يعجبو الاسلوب ولا لا. وانا ماشي ضد الاسلوب اللي غادي يختاروا المدرب وغادي يربحنا باش نكونوا عاوتاني منصفين. انا فوقاش كنتقد داك الاسلوب اللي كيحطوا والد الركراكي ولا اللي كنلعبوا به مثلا وما كنكونوش متفوقين فيه. بحال مثلا ملي كنهضر على انه ملي كنشدوا كره حنا في مولاي عبد الله ولا في اي ماتش داخل المغرب، وهذا الشيء اللي غادي يطرى ضد منتخب زامبيا في يعني في الماتش اللي غادي يكون في الكان، حنا اللي غادي يشدوا الكره وهما اللي غادي يدافعوا. فانا كنهضر على المشاكل اللي كيكونوا عندنا في المرحله ديال الاستحواذ. صراحه انا مع شفت التشكيله ملي نزلت فعرفت على انه غادي نلعبوا طويل. كنت كناقش مع واحد الصديق ديالي وكتبتها ليه في ميساج، قلت له هذا الماتش هذا عقل عليه غادي نبقاو نلعبوا غا طويل وما غنلعبوش الكره في الارض نهائيا. المهم ما غنطولش عليكم في الهضره بزاف، نتوما عارفين ديك الهضره كامله اللي عندها علاقه بالارضيه والظروف الى اخره. فانا اللي عليا هو انه غادي نناقشوا داكشي على ارضيه الملعب، واخا داكشي ما كانش عاجبك مثلا فاحنا غادي نحاولوا نتناولوا من جانب اخر. فخلي معك واحد اللايك، واذا كنت اول مره كتشوف المحتوى ديالنا فما تنساش انك تشترك في القناه باش انه المحتوى ديالنا يزيد يطلع. فنبداو على بركه الله. الفكره ديال وليد في هذا الماتش اللي هي فكره بسيطه واي واحد يقدر على انه يستوعبها فقط من المشاهده ديال المباراه، هو انه غادي يلغي لك المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه وغادي يقصد لك مباشره المنطقه الثالثه. ومع استغلال معدل الطول اللي كان عندنا زايد على منتخب زامبيا في هذا الماتش هذا المعدل هذا عنده علاقه فقط بال11 اللي دخلوا يلعبوا على ارضيه الملعب، فاحنا اللي كانت عندنا افضليه اليوم من ناحيه ديال معدل الطول. الفكره بسيطه بزاف، بن صغير وكذلك ايجامان اللي كانوا كيكونوا واقفين مع الاظهره فكيهبطوا، وهادشي اللي كيخلي لانه يوسف النصري يستغل المساحه اللي كيتركوها ويطلب لا بال مباشره في ظهر الاظهره. كما تلاحظوا معايا في هذه اللقطه هذه فاش كنا كنخرجوا الكره بهذا الشكل هذا، فهنا تلقى على انه حمزه ايجامان هابط ومهبط مع الظاهر اللي كيكون واقف معاه، وهنا جواد ليا ما الكره اللي هي طويله مباشره لعند يوسف النصري اللي كيكون جاري ما بين جوج قلوب الدفاع كما تلاحظوا في التتمه ديال المشهد. فهنا الاشكال اللي كاين هو انه يوسف النصري عنده التوازن طايح وما كيقدرش يتحكم في هاد الكوار اللي كيكونوا في السماء، وهذا راه معروف على يوسف النصيري. يوسف النصيري يقدر يبريباري لك الكره من لمسه اولى، اما باش انه يكونترولي الكره فهنا كيفقد التوازن ديالو كيف كتلاحظوا. وهاد اللقطات هادو راه كيتعاودوا من الكار اللي داز هنا عاوتاني. مهم ما قدرش يتحكم في الكره نهائيا، فبالتالي مهم الكره بقات عند منتخب زامبيا. ومن هنا كتفهم على انه كاين فرق بينه وبين حمزه اجمال النقطه هذه، وهادشي كنا ناقشناه شحال هادي. ولاحظنا كذلك على أنه النصيري كيفيكس قلوب الدفاع، وهنا إيجامان كيطلب الكرة خلف الظهر ديال الظهير الأيسر اللي كان في الجهة ديال حمزة إيجامان. غير هو الملاحظة اللي كانت عندي هو في هذا الأسلوب هذا لاحظنا على أنه كنا كنخرجوا الكرة بجوج قلوب دفاع، وأم رابط في الخط الثاني ما كانش كيتراجع نهائيا مع قلوب الدفاع. واش ملي كنكونوا كنقرروا على انه نلعبوا بالاسلوب ديال الاستحواذ كيطلب وليد الركراكي من امرابط على انه يتراجع من قلوب الدفاع، لانه لاحظت هذا الماتش ما تراجعش نهائيا، لانه ديجا عارفين على انه قلب الدفاع غادي يلعب الكره طويله. كما تلاحظوا هنايا راه بن صغير هابط وكتلاحظوا على انه النصيري واقف ما بين جوج قلوب دفاع، وايجمان طلب الكره خلف الظهر ديال الظاهر الايسر ديال زامبيا. هنا ما كاش وصلنا الكره ديالو مع الاسف. لكن الهدف اللي ماركا حقيقه نقدر نسميه هدف من العدم، لانه كره من بونو اللي اصلا ما كانتش مقصوده الكره تمشي عند ايجامان. في الاخر ايجامان غادي يتسارع باش يجيب الدوزيام بال ديالو، ولكن من لهنا وفي المضايقه مع لاعب اخر وغادي يقدر على انه ينجح يشكل خطوره، نعتبره على انه الكره ما تخشاتش في الشبكه، على انه فقط انه تكون عنده الرغبه باش انه يقوم بالتسديد من هذه المنطقه هذه وهو في حاله مضايقه وما فكرش على انه يضمن الكره ديالو اولا. فانا كنعرفوا على انه ايجامان اضافه قويه صراحه للمنتخب المغربي. راه تحط شي لاعب في هذه الوضعيه هذه راه اول حاجه يفكر فيها هو انه يضمن الكره ديالو، لانه غيكون باغي يربح ديك الكره الثانيه هذيك صحيح يفكر واش غادي يقوم بالتسديد ولا المراوغه ولا التمرير. فبصراحه يستحق على انك تطبل ليه في هذا الهدف هذا، لانه لاعب اللي كيخدم على راسو. غنشوفوا هادشي كامل في هذا الفيديو هذا، راه باقي غنجيو نتكلموا على الكرات الهوائيه الى اخره. فبصراحه شابو لايكامان في هذا الهدف هذا، ونتمنى على انه تكون هذه فقط البدايه. بطبيعه الحال اللاعب المباشر في هذا الماتش هذا راه ما كانش يعني جنه وما كانش فيه اشكاليات نهائيا، بل طرح قدامنا بزاف ديال الامور وبزاف ديال الاشكاليات. اول حاجه في اللعب المباشر فخاص اللاعب ديالك كيكونوا مستعدين في الدوزيام بال، يعني اي خساره لشي دوزيام بال فغادي تقلب عليك القفه وغادي ترجع عليك بمحاوله خطيره. هنا ياسين بونو كره طويله كيف ما كتلاحظوا هنايا كره طويله. هنا عاوتاني كيصدمني حمزه ايجامان بهذا الارتقاء هذا. راه الناس اللي قدامين عندي في الشارع راه كنا درنا عليه فيديو هذه شي 7 شهور، ومن نقاط الضعف ديالو مع رينجرز
اللي كنا ناقشناه انه ضعيف في الكرة الهوائية، وكنا قررنا بيوسف النصيري. لكن بعد فترة قصيرة لاحظنا كاين تحسن من هذا الجانب هذا. في الماتش اللي كان قبل اللي كان ضد النيجر ماركا من كرة رأسية، ودابا ربح الالتحامات الهوائية كاملة من غير التحام واحد، وداك الالتحام الوحيد كان خسرو في مربع العمليات وماشي في شي منطقة أخرى على أرضية الملعب. فصابو عاوتاني حمزة إكمال. نرجعوا للقطة ديالنا، غتلاحظ هنايا حمزة إكمال ملي ربح هاد النزال الهوائي وطيح الكرة هنا، فهنا غنشوف على أنه واحد اللاعب راجع كيجري، ولكن قبل اللاعبين ديالنا هما الأولى بالدوزيام بال، إلا أنه هنا بن صغير فلتات ليه لابال. هنا ملي فلتات الكرة لبن صغير اللي كانت حدا، راه بطبيعة الحال راه بالعمري غادي يفوت وداك اللاعب هرب علينا. داك اللاعب شوف هنا الذكاء ديال اللاعب ديال زامبيا، غادي يفهم على انه خصو ضروري يقدم شي خيار ديال التمرير اضافي، وخصو يستغل شي نقطه ضعف عندنا في الدفاع. نقطه ضعف اللي عندنا في الدفاع هو انه يمشي في الدار ديال الياميق، والاخر عاوتاني في الدار ديال الشيبي. هنا كنشوف على انه هذا اللاعب هذا راه قلب لينا بالعمري في هذه الحاله هذه، وغادي يعاود يقلبوا عاوتاني. بزاف ديال الناس كطلبوا مني على انه نهضر على بالعمري من حيث الامور الدفاعيه، غنهضروا عليه من حيث الامور الهجوميه والامور الدفاعيه ديالو في فيديو باش نعرفوا شكون اللي يعني شكون الانسب باش انه يلعب في البوست ديال الظهير الايسر، خصوصا مع العوده ديال المزراوي. ولكن في هذا الماتش هذا هو الشيبي الفرق بيناتهم هو ان الشيبي ديكاجا الكره بزاف ديال المرات، تقريبا الشيبي عنده وقيله شي 13 ديكاجمون، اما بالعمري طايح عليه. ولكن هما كانوا كيعتمدوا على الجهه ديال الشيبي بزاف، غير هو في النزالات البدنيه فالشيبي وبالعمري تقريبا خسروا قد الشيبي دخل في 5 ديال النزالات وبالعمري دخل في 5 ديال النزالات، بالعمري ربح 2 وكذلك الشيبي ربح 2، يعني خسروا بجوج بهم 3. بعد واحد اللقطه ديال الشيبي بقى كيشوف حامل الكره ونسى باللي واحد داخل في ظهره، فبالتالي ديك اللاعب سبقو، ما كانش تسلل نهائيا. في الاخر داك اللاعب استقبل الكره وكان ممكن على انه يشكل لنا الخطوره، كنا ديك الساعه باقي يلاه 1-0. فخليونا نرجعوا للقطه اللي كنا فيها، لانه سمحوا لي مشيت كنهضر على بالعمري والشيبي. في اللقطه اللي كنا فيها فهذاك اللاعب اللي كان في الظهر ديال الشيبي فعاوتاني دخل وهنا غطاو لينا الشيبي، فهنا ولاو جوج بهم كيتسناو الكره. داك اللاعب قلب لينا بالعمري للمره الثانيه. هنا كنت فاهم لا بالغ شويه، كان واحد فيهم يضرب الكره للشبكه، فكانوا ممكن على انهم يماركيو هذا الهدف هذا اللي اعتقنا بونو فيه، وحتى هما ما كانوش مركزين باش انهم يماركيوها لان كان سهله بزاف. فكان الماتش غادي يكون مشى يعني منحى اخر. وباش نذكركم فالتعادل كاين لانه كنا خسروا 8 نقاط، الهزيمه خلاص 20 نقطه غتولي انت شي 17 عالميا ولا شي 18، اما الانتصار فربحنا 4 نقاط فاصله شي حاجه. الاشكال الثاني هو انه فاش كتلعب بطريقه مباشره فهنا وتيره اللعب كتولي سريعه، لانه هنا الخصم فاش كان كسب الكره فكان كيبغي على انه حتى هو يتحول بسرعه، وحتى هما عاوتاني طاحوا في الفخ وبداو كيلعبوا كرات اللي هما سرع. فهنا عاوتاني كره من هنا وكره من هنا، لهذا الجمهور كان كيحس لانها مباراه التنس. ولكن واخا انت كتشوفها مباراه التنس فراه صعيبه بزاف، لانه هنا الوتيره ديال اللاعب كتطلع، فبالتالي هنا كتحتاج لياقه بدنيه عاليه من اللاعبين. فهنا كتبقى كره هنا كره هنا كره هنا، فلهذا في الاخير لاحظنا على انه بزاف ديال اللعابه انهاروا بدنيا. فهذا هو الاشكال الثاني والتحدي اللي كان ضدنا ضد منتخب زامبيا. والكره كتوقف حتى كتكون شي فوط ولا شي حاجه بحال هكذا باش نكونوا مفاهمين عليها. الطبيعه ديال اللعب المباشر اللي كانت عندنا في اللعب ديالنا بانت حتى في الرميه التماس، واللي شحال هذه وانا كنطالب بها، لانه شحال هذه كنت درت عليه واحد الفيديو بالنسبه للناس اللي قدامى غيكونوا شافوا، كنا ناقشنا بزاف ديال الحيتيات على رميه التماس. فاول مره كنلعبوا بهذا الشكل هذا راه من نهار تولى والد ركراكي القياده عمري شفتهم في المنتخب المغربي حتى ولينا نلعبوهم بهذا الشكل هذا. كنا غالبا كنستعملوهم باش انه نحافظوا على الاستحواذ، فهما يلاه داروهم، فبالتالي كيفتقدوا مجموعه من التفاصيل. اولا في رميه التماس كيف ما كيعرف كل شيء فراه ما كاينش الخاصيه ديال الاورجو، وهذه كيستغلوها بزاف ديال الفراقي باش انهم كيشكلوا الخطوره. نصيري مخبع تما، فالفكره سهله لانهم يلعبوا الكره نصيري واخا لاعب طويل، ولكن لما وضعتيه في واحد الحاله افضل راه ما غاديش يقدر انه يربح لك النزال الهوائي، وحتى اذا ربحوا ما غاديش يقدر يطيحها في المكان المخصص له. فالفكره هو انه نصيري يربح ديك النزال الهوائي، وهنا ايجمن غتلقاه داخل باش انه ياخذ دوزيام بال. وهنا لاحظنا على انه نصيري خسر هذا النزال الهوائي بطبيعه الحال، وخسرهم كاملين لانه ما كانش موضوع في بلاصه اللي هي مزيانه له باش انه يقدر يربح داك النزال الهوائي. المهم كاين مجموعه من التكتيكات، ملي غنسالي هذا الفيديو هذا راه غنمشي نطلق داك الفيديو غادي نعاود نروبوستيه لكم باش انكم تشوفوا بالنسبه للناس الجداد وتفهموا شنو داير في الكره. البقيه ديال اللاعبين دايرين دفاع الراحه، ولكن بن صغير اللي كيتسنى اي كره طاحت في الجهه اللي كاينه تما فهو اللي غادي يجيبها. في لقطه واحده اخرى غادي يبين على انه كيفاش يلاه درناهم وباقيين اللعابه ما عارفينش كيفاش يوقفوا. وهنا غتلقى على انه رشيد بن محمود يلاه كيوجه اللعابه على انهم يدخلوا لداخل، وهنا كيطلب من النصيري فين انه يتمركز. مراه غادي يبان لك السيد وليد الركراكي كيهضر مع الشيبي كيفاش غادي ينفذ ديك الرميه، وغادي يبقى يشرح ليه.
من بعد هنا المخرج غادي يقلب الصوره، من بعد غادي يرجع لينا الصوره وغادي نشوفوا على انهم الدراري دخلوا لداخل. من بعد مجددا الكره مشات عند يوسف النصيري، في الاخر ما ربحش هذا الالتحام الهوائي، ولكن رميه التماس اللي كانت بعدها في الدقيقه 29 بعد 3 دقائق غادي يشكلوا بها الخطوره من الراسيه ديال يوسف النصيري. المهم هاد رميه التماس فيهم بزاف ديال الابداع، وهنا اللي خص يبدع فيهم هو المدرب ديال الكره الثابته، لانه فقط غتجلس غتشد ورقه وستيلو غتبقى تخطط وتقدر انك تصمم واحد النظام، لانه فيهم واحد الانظمه غير محدوده وفيهم بزاف ديال الابداع. خصك غير تضمن انه يعني البقيه ديال اللاعبين يكونوا دايرين دفاع الراحه باش انك تكون مطمئن من الهجمات المرتده ديال الخصم. ولكن كفكره فكروا فيها، فكنتمنى على انه مستقبلا يتم التطوير ديالها، وكاين مجموعه من الانظمه اللي يصلحوا لينا بحال مثلا انك تنشا الزياده العدديه في هذه البلاصه اللي كتكون قريبه من الرامي اللي كيرمي رميه التماس. المهم كاين بزاف ديال الالعاب. نكملوا في الفيديو ديالنا. دفاعيا كامل رديتوا البال على انه رجعنا للخطه القديمه ديال 4-1-4-1، ولكن هنا في البدايه ديال المباراه لاحظنا على انه كيفاش البلوك ديالنا كان مرتفع. وليد ملي ما كيكونش مستحوذ على الكره وكيكون في المرحله الدفاعيه كيخدم على مجموعه من التفاصيل، وهذه نقطه قوته عكس ملي كيكون شاد الكره. فهنا المنتخب المغربي ما كانش كيبريسي ملي كان البلوك ديالو طالع، ولكن كيعرف فوقاش يبريسي، لانه الفكره ديال المنتخب زامبيا هو انه باغيين يوصلوا الكره لهذا اللاعب هذا اللي واقع ما بين 5 ديال اللاعبين، 4 ديال اللاعبين في الخط الثاني والخط الاول اللي فيه يوسف النصيري، ولكن كيخرجوا الكره ب4 ديال اللاعبين. الفكره ديالهم كانت كالتالي: قلب الدفاع اللي شاد الكره في هذه الحاله هذه كيتقدم. هنا نلاحظوا لانه اللاعب ديال خط الوسط الدفاعي كيطلب منه لانه يلعب الكره للظهير. ملي غادي يلعب الكره للظهير غادي يخرج اوتوماتيكمون للجناح اللي موظف في هذه الحاله هذه حمزه اكمان باش انه يبريس عليه. هنا شنو كتسنى حتى النصيري يخرج، ولكن النصيري ما كانش كيخرج اوتوماتيكمون، ودي التفاصيل اللي كيخدم عليها وليد الركراكي. كون كان كيخرج النصيري اوتوماتيكمون غتلقى على انه داك الظهير مباشره غادي يلقى لاعب ديال خط الوسط، واخا في هذه الحاله هذه زاويه التمرير مفتوحه عند داك اللاعب، ولكن هنا النصيري بالعاني مخليها لانه هنا كيوجد باش انه ينشا واحد مصيده الضغط. فانا حتى تاكد على انه داك الظهير او داك اللاعب غادي يرجع الكره نحو الخلف، النصيري اوتوماتيكمون غادي ينطلق باش انه يبريسي على داك قلب الدفاع. وفي لقطه واحده اخرى غنفهموا الوعي ديال الدفاعي اللي كاين عند يوسف النصيري، لانه ما كانش كيجي وكيخرج، لانه حتى كيدور وكيتاكد باللي كاين واحد اللاعب اللي غادي يجي يبريسي على هذاك اللاعب اللي غادي يشد الكره. بحال مثلا في هذه الحاله هذه غنلقاو على انه قلب الدفاع كيزيد، بحال اللي كيقول النصيري اجي عندي. النصيري ما غاديش يخرج عنده في هذه الحاله هذه، هنا غادي يلعب الكره لذاك الظهير، غادي يخرج بن صغير باش انه يتكي عليه ولا يبريس عليه في هذه الحاله هذه. شوف معايا شنو غادي يدير يوسف النصيري. فهنا كيدور من وراه، وهنا كيتواصل مع نايل العناوي باش انه يوجد راسو، وهنا غتلقى على انه النصيري كان مغطي على داك اللاعب، وهنا غادي يفتح الزاويه ديال التمرير بشويه بشويه باش داك اللاعب يزعم ويدخل ليه لابا. ولكن داك اللاعب هنا غادي يرجع الكره نحو الخلف كيف ما تلاحظوا هنايا، فبالتالي ما نجحش العمليه. وفي لقطه واحده اخرى عاوتاني غتلاحظ هذه القيمه ديال التواصل كيف ما تلاحظنا، 4 ديال اللاعبين كيخرجوا الكره. النصيري في هذا المثال هذا كيفاش غيتواصل مع سفيان امرابط، وغتلاحظ من بعد على انه امرابط موجد راسو باش انه ينطلق باش انه يبريس على داك اللاعب اللي خلاه النصيري. حتى هما ما كانوش مفاهمين، يعني كتلاحظ على انه اللاعب ديال السيس ديالهم كيطلب من داك الظهير على انه صافي دورك ما بقاش متاح لانه ما حققناش حتى شي افاده، صافي طلع، ولكن ما استجبلوش وما فهموش. فهادشي زاد ساعدنا باش انه حتى في اللقطه ديال الهدف يطيحوا في الفخ ويطيحوا في المصيده ديال الضغط. شتي الخنوس اللي افتكد الكره هذه؟ عرفتي شحال من مره كنقول على انه بلاتي نوريكم واحد اللقطه اللي كتشوف كيفاش خارج وكيفاش كيبريسي. راه شتي عندك، شوف في المنتخب المغربي كامل، حتى واخا كيبان لك النصيري كيبريسي والكعب، ولكن في المنتخب كامل بالمتابعه ديالو والتحليل ديال اللاعبين كاملين، اكثر وحدين اللي عندهم واحد الضغط شديد ومركز هما ايامان وكذلك الخنوس. هاد الجوجه هادو اذا بغيتي تبريسي بهم خصك تبريسي بهم في المقدمه، تحطهم على الخط ديال مربع العمليات. غير يحاول الخصم لانه يلعب ديك ركله مرمى، فراه اذا نطبقوا بسرعه فراه غادي نخنقوا ديك قلوب الدفاع وما غاديش يقدر الخصم لانه يخرج الكره. رجعنا بلوك متوسط ديال 4-1-4-1، وهنا غتلاحظوا على انه النصيري كاين كيتبادل المهمه ديال المقدمه مع ايجامان، يعني مره تلقى النصيري مره تلقى ايجامان. عرفتوا باش كيفكرني التنظيم هذا؟ كيفكرني هو انه لو وقع خطا في المقدمه فراه صافي غتعرف على انه كاينه محاوله خطيره على المرمى ديالك. هنا النصيري غادي يسعى على الكسور ديال زامبيا، في الاخير غادي نشوفوا محاوله خطيره على المرمى ديالنا، ولكن بونو كيعتقنا من هذه المحاوله هذه. هنا كنا غالبين بجوج،
ولكن هدف واحد ممكن أنه يفتح الباب أمام الهدف الثاني، خصوصا على أنه بقى أكثر من 4 ساعة. بطبيعة الحال كانت حتى المسؤولية ديال الأعضاء المصينة في هذه المحاولة هذه، وحتى التنظيم هذا كيزيد يفكرني بالانصهار ديال الأمراض في هذا السيستيم هذا. كاملين بكم عقلتوا على الأداء ديالو اللي كان في كأس العالم، لأنه كان منصهر في هذا التنظيم هذا، وفي هذا الماتش هذا راه بان الدور ديالو في هذا النظام هذا بالضبط. هنا واحد الكرة مشات عند بن صغير، هنا فاش كنا حاولنا أنه ننتقلوا ولكن عاوتاني بن صغير هنا غض على لابال، فأنا كان صافي بن صغير صافي نهائيا تسالى. بزاف ديال الناس كانوا كيساركازميو على بن صغير، كيقولوا له لأنه ماتش كامل وكان كيفتش على الظل. المهم هذا في إطار الضحك وصافي. أما الأجواء صراحة راه كانت صعيبة حتى للعابة ديال زامبيا، لأنه ديك الوتيرة ديال اللعب اللي ترفعات بسبب أنه كنا كنلعبوا باللعب المباشر بزاف. بن صغير نهار الوقت اللي كانت الدقيقة 59 بالضبط تما كان صافي نهائيا تسالى، فاش كانت ضاعت له الكرة هذه كيبان ملي أنه عيا، فهنا غادي يرجع وهنا غادي يتسبب في المخالفة وغادي ياخذ بطاقة صفراء، ومن الوجه ديالو كيبان على أنه صافي لاعب بزز. فهنا كان خاص الانتباه باش أنه يخرج ويدخل لاعب آخر بلاصتو يعطيك دفعة أفضل من أنه يكون فقد تركيز دقائق أخرى ويقدر أنه يتسبب لك شي محاولة خطيرة على المرمى ديالك، كما شفنا أنه ضيع كرة في ديك اللقطة. فاش حنا شدينا فهما ولاو كيخرجوا الكره بثلاثه ديال اللاعبين في الخلف وواحد اللاعب ديال الارتكاز. لاحظ معايا كيفاش مستغلين جميع اللاعبين ديالهم في المرحله ديال الاستحواذ باش انهم يحلونا. شوف السنتر باك كيفاش كيزيد بالكره باش انه يخرج لك لاعب من البلوك الدفاعي ديالك. الناس اللي كيتفرجوا فيه واللي تفرجوا في الفيديوهات السابقه غادي يفهموني. شوف هنا كيفاش خرج لك الخنوس، ها المساهمه في التفكيك ديال الكتله ديالنا. هنا كقاعده تمارير قطريه دائما كتفتح لك العمق ديال الكتله الدفاعيه ولا كتعطيك خيار ديال التمرير داخل الكتله الدفاعيه. هنا التمريره القطريه غتعطي باس للاعب ديال الكاسور ديالك اللي غادي يكون طالب لك الكره، ولكن هنا داك اللاعب كيفضل المراوغه، فبالتالي ملي تفضل المراوغه فيتحمل مسؤوليته لانه غادي يبقى لاعب في العرض ديال الملعب وتما غادي ياخذوا ليه لابال كما كتلاحظوا في هذا المثال هذا. في لقطه واحده اخرى عاوتاني نفس البناء كيتعاود، كيبنيو اللعب ثلاثه ديال اللاعبين مستغلين جميع اللاعبين ديالهم في المرحله ديال الاستحواذ. الكره غتمشي عند اللاعب اللي كاين في الجهه اليسرى. شوف معايا هنا كيفاش غادي يمرر الكره كتمريره قطريه وغادي يدخل العمق ديال الكتله وغادي يستقبل الكره من جديد، غادي يراوغ اللاعب. هنا غيبان لك الدور ديال الامراض في هذا النظام هذا كيفاش مغطي على اللاعب باش انه ما يمرش الكره للاعب اللي عندنا حر في الجهه الاخرى، اضافه للعوده ديال العناوي. فهنا غنشوفوا تمريره للمهاجم وهنا غادي يحاول انه يدوز الكره للجناح اللي غادي يكون طايح في التسلل. فكانت محاوله باش انهم يفكونا في بزاف ديال المرات، ولكن حتى هما كانوا عندهم مشاكل في الاستحواذ. بحال مثلا اللقطه هذيك نلاحظوا على انه هذا اللاعب هابط فدل على انه قلب الدفاع استقبل الكره، فلين هابط وانت قلب الدفاع ديالك كيقدر على انه يبني اللعب بطريقه مزيانه. فهاتوا ما بقيتوا جوج هنا وليتوا ناقصين. فهنا يعني في الثلث الاخير ما كايناش الزياده العدديه ديال زامبيا، فهنا استرجعوا الكره بكل سهوله. فملي وحلات ليهم على البلوك ديالنا واخا هما وصلوا بزاف ديال المرات، ولكن ملي الوقت ولا ضدهم فولاو كيلعبوا حتى هما طويل، وشي مرات كانوا كيوصلوا وشي مرات كنا كنسترجعوا الكره بكل سهوله. عندي ميساج واحد هو واش في كاس افريقيا ولا ملي غنكونوا لاعبين في الدار وغتبريسينا شي فرقه واش ديك الساعه غنلعبوا طويل؟ هذا كيبقى سؤال مفتوح. ولكن يذكر على انه ضد البنين بريساتنا في واحد اللحظه ولعبنا طويل في ديك اللحظه. فانت شنو غادي تقول على هذه الحاله هذه؟ بطبيعه الحال راه في وسط بلادنا في وسط المغرب. فهادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، نتمنى على انه يكون نال اعجابكم. بطبيعه الحال واخا زادت فيفا راه باقي عندنا فيديو اخر غادي نهضروا فيه على التصنيف، غادي نشرح لكم بعد ديك المعادله اللي كيتحسب بها التصنيف، وكذلك غادي نهضروا على منتخب اخر باقي عندنا غدا ماتش واقيلا ديال المنتخب المصري. فالمهم غادي نناقشوا شي حاجات، وباقي الفيديو ديال الكرواني وبالعمري. فالمهم باقي عندي شي فيديوهات عاد ديك الساعه نشوفوا حاجات اخرين.